في حالنا يعني نمشي جنب الحيط. هو في بس حاجه كانت النهارده على تويتر وبعدين كانت لطيفه. يعني انا ماليش دعوه. محمد هاني محمد لطفي رسمنا هنا البروديوسر بتاع البرنامج اسمه ايه؟ لا اسمه هاني عشان ما حدش يفتكر انه مسيحي، لا اسمه هاني محمد لطفي، اسمه كده. جالي النهارده وقال لي اتفرج على الحاجات دي، فاتفرجوا عليها وانا ماليش دعوه، ماليش دعوه خالص. وعملت في التدريس وعملت في الصناعة وعملت مستشار للمؤسسة ناسا الأمريكية في إطار محركات سفن الفضاء في مرحلة طويلة. فهم خطأ ربما، فأنا لم أقل ولم أكتب أن أنا كنت بعمل في وكالة ناسا الأمريكية. نعم. هذا لم يحدث. طب كويس إن حضرتك توضح. أنا لم أعمل في وكالة ناسا الأمريكية. هو فهم خطأ، هو لا قال ولا كتب. دي النهارده ماشيه على تويتر جامد جدا جدا. جالي هاني لطفي، اسمه هاني محمد لطفي ومتزوج ويعول، يعني زميلنا هنا عشان خاطر البروديوسر بتاع البرنامج، عشان لو عايزين تاخدوا منه اي حاجه انا ماليش علاقه خالص بالموضوع. فجي وقال لي الحكايه دي ماشيه على تويتر جامد جدا جدا جدا. ليها معنى وليها مدلول تخليك تسال السؤال المحير، هو احنا رايحين فين؟ والبلد هتمشي ازاي كده؟ وان انا كنت غلطان، كنت غلطان، بس لو رجع الزمن يمكن اعمل نفس اللي عملته. يعني ما كنتش استحمل ابدا ان احمد شفيق يبقى رئيس جمهوريه. زي هتقول لي انت بتستحمل محمد مرسي ازاي؟ هو ده قدر الناس اختارته. انما ما كنتش اقدر استحمل ابدا ان الثوره تتكسر. الثوره بمحمد مرسي ما اتكسرتش، بس وقفت، توقفت. يعني زي نهر بيجري كده، راح معمول له حاجه زي السد العالي اللي ذكرناه النهارده، ان كان سنه 60 في 9 يناير ده تم افتتاحه، الضربه الاولى بتاعته يعني التفجير الاول، وبعدين خلص سنه 68 اظن، حاجه زي كده. وقف المجرى، يعني الميه بطلت تتدفق. انما مع سياده الفريق شفيق كان الوضع هيبقى مختلف اكتر شويه. انما هو دلوقتي كلنا بنسال ومحدش يفتكر ان احنا اذكياء وبنعرف عنكم، ده مش صحيح. يعني من الخطا ان يتصور اللي جالس امامي ان انا افضل منه عشان انا مذيع وبقرا وبجيب كتب وبجيب حاجات وبتابع الاخبار. لا 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 لا, لا خالص. دي هي لمحات ومضات كده بتفهم منها اللي بيحصل. عايز ذكاء، ذكاء عامل، ذكاء اهوجي، ذكاء جزمجي، ذكاء واحد اللي بيبيع عيش بالثبت ده، ذكاء دكتور، ذكاء مهندس، ذكاء يعني مش ملهاش علاقه خالص بالدراسه، لان الدراسه ملهاش علاقه بالثقافه. دي دراسه، واحد بيتعلم ويطلع ويبقى مش عارف ايه. بتلاقي دكتور جامعه كبير جدا 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 ما عندوش فكره عن حاجه خالص غير الماده بتاعته. ودي المشكله اللي مقابلانا في حكايه الدكاتره اللي طالعه موضه الوقت دي، كل دكتور 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 دكتور. ودي مش معناها انه ماهر في اداره حاجه معينه. انا شفت في الوزاره الجديده جايبين وزير مش عارف، وزير مخالف خالص لمهنته، يعني مخالف خالص، عاملين كده خلف خلاف زي خلف الله خلف خلاف كده. فلازم تفكر البلد رايحه فين وهيحصل فيها ايه. لما تشوف الحاجات ديت، تشوف تصريحات زي كده، ترتبك، ممكن تتخض، ممكن تزعل قوي، يعني تكتئب، لانه احنا هنروح فين بقى يعني.